اهلا بيكم متابعين قناتكم زيزو تك. كام يوم كنت عملت فيديو عن افضل موبايلات من 1000 جنيه ل 3000 جنيه، لكن في الفيديو ده هنتكلم عن افضل موبايلات من 3000 جنيه ل 6000 جنيه. بس قبل ما نبتدي الفيديو كنت عايز اقول شكرا على 500 سبسكرايب. احنا حاليا 500 سبسكرايب وشويه، وده يعتبر رقم كبير في ظل ان القناه بدات من شهرين بس، وفي ظل برضو ان في ناس ليه اكتر من شهور ومحققتش نص الرقم ده. والفئه بتاعتنا كالعاده هتتقسم لكذا فئه. في الفيديو ده هتتقسم لثلاث فئات، وهي فئه 3000 جنيه ل 4000 جنيه، وفئه 4000 ل 5000، وفئه 5000 ل 6000. اول موبايل معانا وهو افضل موبايل بالنسبه للسيلفي وهو التكنو كومون سي اكس. الهاتف ده بيجي بسعر 3000 جنيه، وبيجي بكاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بكسل، وكاميرا خلفيه برضه بدقه 16 ميجا بكسل، ده غير الشاشه اللي قياسها 5.5 انش وبدقه فول اتش دي. بس للاسف الهاتف ده المعالج بتاعه من ميديا تك. الهاتف مش هيديك افضل اداء، لكن هيديك افضل صور سيلفي. بل تاني موبايل معانا في الفئه دي وهو الشاومي ريدمي نوت 4. الهاتف ده بيجي برام 3 جيجا وذاكره 32 جيجا، وبيجي ببروسيسور من سناب دراجون 625 اللي يعتبر اقوى بكتير من معالجات ميديا تك. بيجي بكاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل. بيجي بشاشه بقياس 5.5 انش بدقه فول اتش دي. والهاتف بيجي بسعر 3100 جنيه. الهاتف ده هيكون هو افضل هاتف في الفئه دي بالنسبه للاداء، هيديك اداء ممتاز جدا مع المعالج السناب دراجون 625. فلو انت عايز اداء محترم الهاتف ده هو هيكون الخيار الصحيح. بالنسبه لاخر هاتف معانا في الفئه دي وهو الهواوي جي ار 3 2017. الهاتف ده بيجي بكاميرا خلفيه بدقه 12 ميجا بكسل وكاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل، وبيجي بمعالج كيرن 655 نفس المعالج اللي في الهواوي جي ار 5 2017. وافضل هاتف في الفئه دي من وجهه نظري بالنسبه للاداء هيكون الشاومي ريدمي نوت 4. بيديك تصميم كويس وبرده بيديك اداء محترم، لكن لو انت مهتم بالسيلفي اشتري الكومون سي اكس هيكون الافضل، ولو انت مهتم باسم الشركه اشتري الجي ار 3 2017. بالنسبه لفئه 4000 ل 5000 جنيه، اول موبايل معانا برده من هواوي هو الجي ار 5 2017. الهاتف ده بيجي بنفس المعالج اللي فيه الجي ار 3 2017 كيرن 655، وبيجي بشاشه بقياس 5.5 انش بدقه فول اتش دي. بس اللي يميز الهاتف ده في الفئه بتاعته هي الكاميرا. الهاتف بيجي بكاميرا مزدوجه، واحده بدقه 12 ميجا بكسل وواحده بدقه 2 ميجا بكسل. وطبعا الكاميرا دي هتديك صور ممتازه جدا، والفوكس بتاعها هيكون سريع وما فيهوش اي مشاكل. الهاتف ده سعره 4400 جنيه. تاني هاتف معانا في الفئه دي هو الشاومي مي ماكس 2. الهاتف ده لسه نازل جديد وبيقدم لك مميزات كويسه بالنسبه لسعره 4500 جنيه. الهاتف بيجي برام 4 جيجا ومساحه 64 جيجا، وبيجي بشاشه عملاقه 6.44 انش، وبيجي بنفس المعالج اللي في الشاومي ريدمي نوت 4 سناب دراجون 625. واهم ميزه في الهاتف ده هي البطاريه بتاعته ال 5100 ملي امبير اللي هتديك اداء ممتاز جدا ووقت كبير من استخدام الهاتف. بالنسبه لاخر موبايل معانا في الفئه دي وهو لينوفو بي 2. الهاتف ده انا مش برشحه بقوه حاليا بعد نزول الشاومي مي ماكس 2. الهاتف بيجي بسعر 5000 جنيه وبيديك تقريبا نفس مواصفات الشاومي مي ماكس 2، غير فقط الرام ال 3 جيجا والمساحه ال 32 جيجا، وبرده الشاشه اللي تعتبر اصغر 5.5 انش. فافضل هاتف في الفئه دي من وجهه نظري هو الشاومي مي ماكس 2، بعديه على طول الجي ار 5 2017. بالنسبه لاخر فئه هي فئه 5000 ل 6000 جنيه. اول موبايل معانا برده من هواوي هو الهواوي بي 10 لايت. الهاتف بيجي بسعر 5200 جنيه، وبيديك اداء ممتاز جدا مع ال 4 جيجا بايت رام والمساحه ال 32 جيجا، وتصميم ممتاز جدا من الزجاج زي تصميم الجي ار 3 2017. وبيجي بمعالج من هواوي كيرن 655 اللي هيديك اداء ممتاز جدا. تاني موبايل معانا في الفئه دي من سامسونج السامسونج جالاكسي اي 5 2017. الهاتف ده لو هتشتريه طبعا عشان اسم سامسونج، واهم ميزه فيه هو الامان، لان الهاتف بيجي مقاوم للماء بمعيار اي بي 68. الهاتف بيجي ب 3 جيجا بايت رام ومساحه داخليه 32 جيجا. وبالنسبه لسعر الهاتف بيجي بسعر 5600 جنيه. بالنسبه لاخر هاتف في الفئه دي وهو الاوبو اف 3. اوبو اف 3 اهم ميزه فيه هي الكاميرا الاماميه للهاتف ده بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل، ومش كاميرا واحده بس، لا معاها كاميرا تانية 8 ميجا بكسل بتصور بزاويه لحد 120 درجه، اللي هتتيح ليك سيلفي متواجد فيه افراد كتيره. الهاتف ده سعره 5650 جنيه. مين افضل هاتف في الفئه دي؟ مفيش هاتف كويس في الفئه دي. الفئه دي كل الموبايلات اللي فيها بتقدم لك ميزات كويسه، لكن مش الافضل لان في هواتف تانية زي الشاومي مي ماكس 2 اللي يعتبر ارخص منهم وبيقدم لك مميزات افضل منهم بكتير. لكن لو هتشتري من الفئه دي طبعا هتشتري عشان اسم الشركه زي السامسونج جالاكسي اي 5 2017 والهواوي بي 10 لايت. تقدر تشوف لهم مقارنه كنت عاملها من الاي اللي هتظهر دلوقتي. وبس دي كان كل حاجه في الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير، اهم حاجه انكم تعملوا سبسكرايب القناه. كان معاكم عبد العزيز وسلام.